كنت اتصور يقول تصرفون 70 وتدخرون 30. لا، طلع الشغل غير شكل. احنا نصرف 30 وندخر 70. يعني اكو عائله تعيش يوميه ب1000. هاي وينها العائله هاي؟ وينها العائله بالمريخ؟ ويا الف هذا والالف شو يجيب؟ يجيب حليب الاطفال، يجيب حفاضات الاطفال، تروح بيه للطبيب، تروح تحط بيه بنزين للسياره مالتك، تعطي له بالمولده الاهليه، تعطي للاجور الكهرباء والمي، تعطي يوميات لاولادك يوميه يروحون للمدارس. هاي يا الف اللي يعني شو يقصد $1000 قصده؟ خاف يتكلم على $100,000 على راتب المواطن. ثانيا، انت شنو تعير العراقيين؟ انت شنو فضلك على العراقيين؟ رجاء بلا زحمه. انت الان عندك 8 سيارات مدرعه ضد الرصاص، الموكب مالتك. عندك حمايه لا تقل عن 30 الى 40 حمايه، شايفهم بعيني، ما حد قايل لي. زين. انت الان منعت الدفن في مقبره المنطقه، منطقه امير المؤمنين عليه السلام، اللي هي احد مقامات امير المؤمنين عليه السلام عند رجوعه من معركه النهروان. جامع براثه كاملا انبلع، انحط بالجيب. اي واحد من عندنا الان يريد يروح يصلي في هذا المقام الشريف للتبرك بالبير اللي موجود في جامع براثه، عليه ان ينزع حتى الحزام، لان داخل المطار الحزام والحذاء والجواريب. زين، احتمال يطب اللباس حتى يطب، لانه شنو؟ لانه الرجل مستهدف والمواطن، وهذا اغلى من كل المواطنين العراقيين الموجودين. هذا اللي ما له فضل على اي واحد بالعراق، بل هو يده ملطخه بدماء الناس بعصابات ارهابيه في عام 2006 وعام 2007، وتم مسك بعض الجثث قريبه في داخل بيته، وتم مسك الكثير من حماياته وهم متورطون بالدم العراقي، ويده ملطخه بدماء الناس وباموال الموازنه العراقيه. يجي الان يعير الناس: انتم تاكلون خبز اسمر. هاي الناس كانت تاكل خبز اسمر اشرف منك، واشرف من عمامتك هاي الكذب اللي حاط على راسك، اللي قاعد تحللون بها الحلال، تحللون بها الحرام، وتحرمون بها الحلال. لك انت شنو فضلك على الناس؟ انت والملتزمك شنو فضلكم انتم على الناس؟ الملتزمك عنده 1690 حمايه، وقاعد بقصر من قصور صدام. شنو فضله على الناس؟ انت شنو فضلك؟ تعير الناس كانت تاكل خبز اسمر ما اعرف ايش، بس كانت اشرف منك. احسن ما راحوا بايران يدورون كارت ازرق وكارت اخضر وكارت مدري شنو، وجو للبلد هم عباره عن مشروع عميل لايران ولغير ايران، وانت الان تمثل اجنده غير عراقيه موجوده في البلد.